تدرون كم تكلف سحب على الموظف في عالم الكورة؟ 60 مليون يورو. إيه نعم، لا تستغربون، باريس سان جيرمان ملزومين يدفعون هالمبلغ الخيالي حق مبابي. والموضوع مو عشان بطولة ولا إنجاز، السالفة رواتب متأخرة. تخيل يا الغالي، أنت مداوم في شركة وتكرف ليل نهار وتعطيهم من قلبك، ويوم قررت تطلع قالوا لك السموحة ما عندنا لك شيء هالشهرين. هذا بالضبط اللي صار مع النينجا كيليان مبابي. الرجال قاعد 7 سنين يحرث الملعب في باريس، ويوم شال قشة وراح مدريد في صيف 2024 الجماعة في باريس سواله طاف على رواتب إبريل ومايو ويونيو، وحتى مكافآته ما شاف منها شيء. المبلغ يا جماعة الخير يدوخ الراس، 59.2 مليون يورو. النادي قالوا الرجال مسامحنا وتنازل عن حقوقه، لكن مبابي ما مشت عليها الحركات وراح سيده للمحكمة وقال أبي حقي كاش. المحكمة الفرنسية ما قصرت، شافت الأوراق وحكمت بالحكم اللي برد قلب مبابي. باريس ملزوم يدفع غصبا عليه. محامية مبابي قالت كلمة قوية: القانون يمشي على الكل حتى لو كنتوا نادي بطران فلوس. يعني بالعربي المشرمح، لا تفكرون أكل حق الناس بمرور الكرام حتى لو عندكم فلوس الدنيا. بس لحظة، تحسبون السالفة خلصت؟ لا يا حبيبي، النادي الباريسي شكلهم ناويين يماطلون ويستانفون الحكم، يعني المسلسل هذا مطول وحلقاته وايد. السؤال الحين، تتوقعون ناصر الخليفي بيدفع كاش ويسكر السالفة، ولا بتصير محاكم وقضايا لين سنة قدام؟ عشان تعرفون آخر التطورات وأخبار الكورة اللي ما تغشمر، طق اشتراك وفعل الجرس، وعدنا باكر مع سالفة جديدة أقوى.